السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد إبراهيم وأهلا بطلاب جريد 5. والنهاردة هنحل الإكسرسايز اللي إحنا لسه فيه في يونت 1 في كونسبت 3 في الإيسون 3. ويلا بينا نبدأ مع بعضينا. أول حاجة عندنا سؤال choose the correct answer. السؤال بيقول healthy marine environment is important for survival of نقط human ولا lions ولا fish ولا deers. تعالوا نشوف مع بعضينا مين من الكائنات دي هو اللي بيعيش في المارين انفايرومنت، فعشان كده الهيلثي مارين انفايرومنت مهمة ليه. هل الهيومن؟ لا. الليونز؟ لا. الفيش؟ يبقى الإجابة هتبقى فيش. تمام. طيب استنوا مع بعضينا كده نعلم على فيش. كده الإجابات هتظهر في آخر الفيديو. When water temperature increase algae leave tissue of نقط. فاكرين لما كنا بنقول إن الووتر بتبقى warm، يعني الووتر temperature increase بتزيد، درجة حرارة المية بتزيد. الألجاي leave tissue of بتغادر أنسجة so they become bleached، اللي احنا قلنا بيبقى لونها white، بتبيض. هل هي السي بيردز ولا الكورال ريفز ولا الكليم ولا الشاركس؟ تبقى الكورال ريفز، الشعاب المرجانية. لما شفنا صورها وهي كان لونها كده ريد واورنج، ولما الووتر تمبريتشر بيحصل لها انكريز بتزيد بيبقى لونها وايت، اللي بيحصل لها بليتشد. يبقى الإجابة بي. السؤال الثالث both of ثانية واحدة نجيب القلم بتاعنا. يلا both of sea turtles and نقط are present in the same marine food. مين بقى؟ مين؟ ها؟ التيرتلز ومين؟ هل الديرز؟ جيلي فيش؟ ايجلز؟ تايجر؟ تبقى الإجابة الجيلي فيش. فاكرين لما هما الاتنين أصلا التيرتلز كانت بتتلخبط وتاكل البلاستيك بدل الجيلي فيش عشان هي مش بتعرف تفرق ما بين الريال فود والبلاستيك، يبقى الإجابة هنا هتبقى جيلي فيش. السؤال الرابع when coral reefs نقط the sea water they may ingest microplastic. مين بقى؟ when coral reefs نقط the sea water، ماشي، they may ingest microplastic. هتبقى الإجابة evaporate ولا filter ولا cool ولا warm؟ filter، هي بتفلتر، filter. تبقى الإجابة B. السؤال اللي جاي write the scientific term of each of the following. It is condition in which coral reefs turn completely into white. It is condition in which coral reefs turn completely into white. مين أو إيه الساينتفك اللي بيخلي الكورال ريفز كلها يبقى لونها أبيض؟ هتبقى إيه؟ كورال بليشنج، كورال بليشنج. تمام. طيب اللي بعده بيقول small pieces of plastic in the size of rice grains and they cause harm of marine organisms. دول عبارة عن سمول. فاكر لما قلت لك هو مايكرو؟ يبقى مايكرو بلاستيك، مايكرو بلاستيك. الإجابة تبقى مايكرو بلاستيك. السؤال الثالث It is process that people can do for plastic waste materials instead of throwing them in the sea and oceans. عملية بقى اللي هو هيعيدوا تدوير استخدام الحاجات دي؟ تبقى recycling، recycling، recycling. تمام. السؤال اللي بعديه complete the following sentence using these words. عندنا toxic و over fishing و shelter و extension و predator. والعبارات اللي عندنا أول واحدة بتقول healthy natural resources include clean air, healthy food, water and suitable
نقط هتبقى ايه؟ الهيلثي ناتشر بتوفر ايه؟ بتوفر اير وهيلثي فود وووتر، وفاضل ايه؟ هل هي بتوفر توكسيك سم؟ اكيد لا. بتوفر اوفر فيشنج؟ بتوفر صيد زياده؟ اكيد لا. بتوفر شيلتر مأوى للكائنات؟ اكيد اه. تبقى الاجابه هنا شيلتر. تعال عشان ما نتلخبطش نشطب على الاجابه اللي احنا اخترناها. تمام. السؤال التاني ممكن هنا نديها لون اصفر عشان نبقى عارفين دي اللي تبعها. السؤال التاني The human activity that directly decrease the marine population is تبقى ايه؟ ايه هي human activity decrease the marine population؟ تبقى ايه؟ overfishing، صيد الزيادة. يبقى overfishing تبع هنا. تمام. تعال نخش على السؤال الثالث. habitat loss is not only decrease marine population but also it is one of the main cause of extinction. When a sea turtle eats a jellyfish, this means that the sea turtle is a نقط. تبقى لما الجيلي أو قصدي لما السي تيرتلز تاكل الجيلي فيش هي أكلتها، يبقى ده السي تيرتلز إيه؟ بريدياتور. بريدياتور. استنى نجيب له مختلف أهو. بريدياتور أهو بالأزرق، وهنا تبقى بريدياتور. طيب السؤال اللي جاي والأخير give reason for coral bleaching happens when the water temperature rise. ليه الكورال بليشنج بيحصل؟ يعني ليه الكورال بيبقى لونها أبيض أو بتبيض لما الووتر تمبريتشر بتزيد؟ هنقول because when the water temperature rises the coral reefs get rid of algae. الالجاي بيمشي وبيسيبها get rid of algae from their tissue، فعشان كده بيبقى لونها ايه؟ ابيض. يبقى هنقول تاني الإجابة because when the water temperature rises the coral reefs get rid of algae from their tissue. كده كده الإجابة هتبقى مكتوبة في الآخر. طيب السؤال التاني بيقول both of raising water temperature and ingesting microplastic are harmful for coral reefs. ليه هو مضر للكورال ريفز؟ هنقول له because raising of water cause coral bleaching and microplastic are toxic and sharp. توكسيك اند شارب. بيبقى الاتنين دول الريسنج ووتر تمبريتشر زيادة درجة الحرارة بتاعت المية وانجستنج مايكرو بلاستيك، الاتنين دول ليه مضرين؟ هنقول له لان الريسنج اوف ووتر كيوز كورال بليشنج. الريسنج اوف ووتر كوز كورال بليشنج. خلاص اهو الريسنج اوف ووتر ده بيسبب كورال، او استنى نجيب لون واضح، بيسبب كورال اهو لون واضح، بيسبب كورال بليشنج. ده كده بيسبب كورال بليشنج. ماشي. والانجستنج مايكرو بلاستيك ده ار توكسيك اند شارب، ده حاد وسام. تمام. بس كده خلصت الأسئلة اللي كانت علينا واجب الحصة اللي فاتت، وهنشوف الإجابات بتاعتها دلوقتي أهي قدامنا. دي إجابات اللي تشوز، ودي إجابات الرايت ساينتفك تيرم، ودي إجابات الكومبليت. هنا بس في الكومبليت الأرقام المفروض تبقى 1 2 3 4، يعني بترقم 4 5 6 7. احنا بس هنعيد ترقيمها. يعني دي إجابة السؤال الأول، وده التاني، وده التالت، وده الرابع. بعد كده إجابة الجيب ريزون أهم السؤالين اهو قلنا هنا اهو because raising of water cause coral bleaching والمايكرو بلاستيك are toxic and sharp. عشان كده لما يقول لك boosing are harmed، ليه هما الاثنين harmed؟ يبقى دي اجابتهم.
وده كانت إجابة السؤال الأولاني because when the water temperature rises the coral reefs get rid of algae from their tissue. وبكده يبقى خلصنا الأسئلة اللي كانت على lesson 3. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم، أشوفكم الحصة الجاية، ولو عندكم أي سؤال سيبولي في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.